السلام عليكم. ركزوا معي رحمة الله. تم هذا واحد نقول لكم الاسم نتاعو من الفتانة يفتنوا وما هواش تونسي، اسمه يوسف، ابعد شوية تكتب بيه عبد الله. هذا واحد من الفتانة اللي هم ليل نهار مجموعة كبيرة يفتنوا في مصر، في تونس، في ليبيا، في سوريا. وهذا وشد حكاية جلال بريك ويحب فهم يحرضوا في الناس على الفتنة. اللي عمل لي مرايات وتدور في الكرسي على اليمين وعلى اليسار وعامل مرايات شو اسمه مدرج بها وجهك، عامل لي هكا فهمني، وتدور على اليمين وعلى اليسار يا جلال هم جايينك جماعة من إيطاليا وجايينك جماعة من ألمانيا ومن فرنسا، لكم وليتوا رجال شوف سيدي قوة اللي عندكم. نظن في وقت لما بدت الثورة يا خماج يا بني خماج، ظن واحد من نسيب الزين ساكن في باريس، حريتو شفاهمكم وتكلمت عليه، لكن ما كنتش رجال. ثبت فيه هذه تغرسها هكا وتدور تهبط له فادو. فهمت الدنيا؟ هذه مش نتاع سلفية، هذه مختومة سبيسيال. فهمت الدنيا؟ ولكن اللي عبراهم ما نحبوش نشهروا السلاح على العباد. شريتها باش نقص بها خضرة، هذه إذا كان يكتب المكتوب والسلفيين باش يشدونا بالسيف نجر على ولدي، تعمل له هكا جرة واحدة تذبح من الفاه. إذا كان هو باش يعمل لي قانون وباش يمشيني كيما بالعصا، نجر على والدي. مش زي مقتال هذا نتاع سيد طحان قبطي هذاك ماهوش انسان، بس هذا فهمني راهو ما عادش فيه دواب، تحشي فيه موز وتدور وهكا فهمني تحت الجاشوش وفا حديث ومشى راح، ما عادش فيه تصليح، ما حبيناش نحن، ما نحبوش نوروا اشياء اجراميه. هذا شوف حجم تحجم بها وجهك، شوف والله تحجم بها، شوف تقص الشعر، تذبح بها ثور، تنحر بها جمل. اللهم صل على النبي. السلفيين ما عندهمش من الشيء هذا، والهم اخر مزيان. ولكن كون عرفتكم رجال وشفناكم مثقفين متربين، تبرر سب ربي وسب محمد وسب كذا. اخي ربي عطيكم بروكوراسيون انتم في تونس في جلال بريك وقال لك هم يروجوا عليه باش يقتلوه. تعرف انا جاني خبر حاليا من احباء جلال بريك، ريتوها هذه شنية دبوزة معه، ولكن باش يعبوها لكم بالليسونس يلي جماعة حسب روحكم فرنسا ايطاليا، وكي تعبوا كرهبكم وتبشكم وتقولوا مروح تونس في البطوات نتاعكم. قال لك نحن قارين العلم نتاع الاجراء من عند الشيخ جوجل، هذا مش وهابي مش سلفي ومش قال لك وقت الشعري تريسونس dans un lieu fermé c'est l'équivalent de 7 kg de dynamite. باش تقتلوا جلال بريك الناس واحباء جلال بريك. قالك نحن فهمتي خلوكم فهمتي في نص البحر ونعمل لكم الاعمال الاجراميه في داء جلال بريك. وهذا شدينا الناس وقلنا لهم عيب مش ارنب تكر على حلوف، وحسسناهم ووقعناهم وقلنا لهم راهو اللي هو
مش كما اللي وريتكم انا المرايات عاملها بالكحل ويدور على الكرسي على اليمين وعلى اليسار ولا الوزير. الكلب اللي يتكلم هذا وقال جلال بريك، شوفوا حركاته وشوفوا ايديه نظن ما خدمش في حياته كامله. الراجل يديه ما تكونش فيها شعره. شوفوا براس والديكم الفيديو هو مازال يدور، شوفوا مرابق ويديه فهمتني مسلعق طايح ميت. عمل لي مرايات فهمتني عمل لي مرايات كحله فهمتني، ها حاطها فهمتني متدرج به. الخمج هذا انا ما نتشرفش به، هاي ريبان ما نتشرفش به. العبد قدامكم كان يستعملها المرايات هذه. خدمت على السميرة مورك، والسميرة مورك عالية، وفي الليل كذا واحد يسوق الأضواء متاع الكرام في الأوتوروت من الشارع الجاية تعب له عينيه، ولذلك نسوقوا عبر قارات باللينات تاع الشمس. ما نتحدثوش على أرواحنا، نتحدثوا على تونس اللي هم يجيني جزائري يقول لي البوليس والحكومة غايبة في بلادكم. كلمة يحب يفهمها كما تفسرها كما يحب. ولذلك ننصح الجماعة وننصح في إيطاليا وفي فرنسا واللي يحبوا حاسبين أرواحهم رجال وماشيين يحبوا يقتلوا جلال بريك، راهي أحباء جلال بريك باش يعملوكم مشكلة اللي انتم تقدروا تعانوا فيها حياتكم كاملة. خلوا الراجل على قيد الحياة وبينه وبين ربي، ولاكم انتم محمد ولا انتم ربي باش ترقدوا وباش ترقدوا في قبره وباش تحاسبوه. مو ربي موجود بينه وبينه، محمد موجود بينه وبينه. انا ريت العنوان بتاع هذا فتحي العمدوني قال لك وجلال بريك لازم نحاكموه وما عادش حتى باش نجم نسمعوا، خلاص ما نسمعوش الفيديو نتاعو. علاش ما نسمعوش؟ كلام فارغ. كنتم تسرقوا في ربي بالسبح، كنتم عايشين في بلاد أوروبية ما كنتمش عايشين في بلاد عربية، يعني عايشين من الضرائب نتاع لي كاثوليك اللي بروتستان، عايشين كالجراد بكلكم في ظهر فرنسا، عايشين في أوروبا. ما ثماش واحد منكم عمل الفقير والمنازل اشتراهم بكلاهم الحوت في البحر تعدوا لإيطاليا وماشيين لأوروبا. يا أخي أوروبا خارجة وما هيش باهي وماشيين ليها، ياكم ما مشيتوش للسعودية. وعلاش ما نحبوش نتكلموا؟ خاطر الخمج موجود ياسر 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 ياسر. اليوم نسمع ما حبش نتبع ياسر اللي ذبحوهم في سوريا فهمتني. الخمج والأولاد عندهم الحق في الحياة. تصوروا يذبح في طفل والطفل الآخر مازال ما تذبحش يتفرج في كيفاش يذبحوا فيه، ايش يكون إحساسه. ما ثماش رادسة خايبة وجون ماري لابين vous a dit cassez-vous de là. Vous êtes les indésirables. Vous êtes indésirables en France. C'est une pourriture sans nom. اللي هم الخماج هذوما اللي يشوفوكم الفرنسيس ويشوفوكم لأوروبا يقول لك l'âme ne fait jamais un cheval de course. وهالحياة هذه انسوها الجملة، انسوها. نزيد نعاود راهو إذا كان صارت حاجة في جلال بريك وكما تكلمت على سي هذا العمدوني لاوي عنكوشك غاديك في باريس، كانك انت لاجئ سياسي ولا شنو مشكلتك؟ وعلاش ما لقيتش عنكوشك في السعودية وفي الدول العربية؟ هم اللي كاثوليك، هم الهازينك، هم اللي حاطينك، وهم اللي عطوكم مقدار وقيمة، عطوك مقدار وقيمة. جلال بريك عارفينه قبيح، عارفينه مريض، عارفينه عنده ناس يحبوه، عنده ناس يكرهوه. ما نهددوش الناس بالموت، ما نهددوش الناس بالموت، لا نضربوه ولا نقتلوه ولا نحن ربي باش نحاسبوه، ولا نحن ربي باش نحاسبوه. هذاك المخلوق ثاني مريض في شو اسمه اللي باش يولي رئيس دولة إذا كانت تمنيته
فهمني. من كلاب بن علي هذاك، فهمني. سامحوني الاخرين ما همش كلاب، ما نعرفهمش، فهمني. ماذا بين احترم الناس سوقير، فهمني. مريض نحسب له انا قبل ما يتكلم في الفيديو الاخراني عنده جمعتين ما يجيبش دواه مرازي اتكلم، احسبوا له هو تكلم عنده نهار ولا نهارين فات، تو يزيد جاء هذاك زيدوا له جمعتين وما يلقاش لواج ولا ركوب باش يمشي تونس يجيب الاحرابش نتاعو، تو يترشد. مره يتكلم على السكس، ومره يتكلم على مرته مسكينه، ومره يدلك باش نشد رئيس دوله. مريض نفسانيين ايش تعملوا معاه اخي؟ جلاله بريك عارفينه، فهمتني. مريض. ونزيد نعطيكم سر من اسرار الدنيا. شوفوا الفيديو الاخراني اللي عمله جلال بريك، هو فيديو فلو، فيديو ماهوش ظاهر، يا سكروه يا في حالة سكره هم صوروه، يا شادين عليه السلاح وقالوا له تكلم هكا. هي الحكاية فيها واو، الحكاية فيها واو. ثبتوا في الفيديو لا تقولوا لي هم يلوجوا عليه الجالية التونسية تلوج عليه في باريس ولا كذا، هذا انسوها الحكاية. راهو لما جلال بريك راكم باش يوصلوكم من نص البحر ويفلقوكم بطم البطوات نتاع فهمت الليبرتي ولا الحبيب ولا الليبرتي ولا وش اسمه، وخلت عليكم الدنيا وما عايش لا توريث تخليل لكم من تونس ولا عمار ولا صالح. وهذه تهديدات جت فهمت يكتبوا لي اون بريفي، مي انا نقول لهم لا، والحمد لله تم ناس كيف ولادي نحترمهم ويحترموني، نحبهم ويحبوني. نحن رانا للضرابو وضد اي عنف، ضد اي عنف. وهذا سامحوني في هالكلام. انا وصلت 43 فيديو ما حبش باش نعاود نكمل، ولكن اذا كان هذه ما بين حياه وموت قاعدين نشوفوا في الناس يقتلوا فيهم وفي الاجرام يوميا، عندكم 5 سنين ويا ربيش تخرجوا من هالحكايه، وتحبون ننصحكم، تحبون ننصحكم لا انتخابات ولا عمار ولا صالح. تكمل الحكومه تخدم بالطريقه هذه وبالتصليح، بعد 5 سنين نتفاهموا في الانتخابات. اللي اذا كان الحين، وهذا قبل ما ننسى، اذا كان السلفيين يقولوا نحن ماناش هم كذا، نظن اللي يعمل في الزمقتال والقتال التسي منصف الورغي في القروان ما همش جماعه الارسيدي. ما تكذبوش على العباد. اللي شفناه هو السلفيين الجهاديين. نظن الجهاد راهو في سوريا باش تعاونوا الاخوه السوريين، الجهاد نظن في قطر، الجهاد في السعوديه، الجهاد في القدس. يجاهدوا خويا ونحن نعاونوكم، ما ثم حتى مشكل. اذا كان انت باش تجي باش تهبط امام جامع تحط لي واحد اخر، هم باش يحرقوه الجامع، قال لك نحن باش نحرقوه وعليه نفس القضيه. قال لك نحن في الجامع وفي وسط الجامع باش نقلبهم كالفيران باش نصبوا عليهم ليسونس. وعلاش نوصلوا لهذا؟ على خاطر تحبوا تغسلوا دماغ الناس وتخدروا الناس. انتم تدخلوا للجامع مره في الجمعه، نحن كل 5 دقائق نهبط لكم فيديو. الحمد لله خاصه ولقيت ناس من بنزرت وناس من تونس كامله فهموا الميساج وفرقوا الفيديوهات نتاع الاخ رياض السداوي، وهذا راجل وسيد الرجال الله يرحم البطل اللي تخبط فيه. وعندنا ناس وعندنا دماغات في تونس وعندنا ناس مثقفه، والحمد لله الظروف ما خلتش الانسان باش يوصل يكون دكتور، ولكن اعطانا ربي من القوه والموهبه. وتعرفوا قداش من فيديو نهبط لكم فيه باسمي ولا باسم زينه ورغي، ونعرف الخماجه اش يكتبوا لها واش كذا سقاط وما همش رجال، ونسوء اللي نحن نخدموا مع بعضنا، ونسوء اللي نحن يعني لصالح تونس، ونسوء اللي نحن. ولكن تحبوا المره الجايه تو نقول لكم ابتداء من الفيديو، نقول لكم راهو يعني ما تحطوش عائليا، ونقول لكم الطحانه ما همش رجال اش قاعدين يكتبوا، الاغلبيه نتاعهم فهمتني ما همش رجال. ولذلك خلي اعزاها اسكات، اعزاها اسكات. 50,000 واحد والنفس كما تشوفوا شكون قاعد يفرق في الفيديوهات، سواء انا موجوده هنا ولا الاخت موجوده في مكان ثاني ولا حتى في طنجه ولا حتى في جنوب امريكا، هذه مشكلتنا نحن. ولكن نحن نبعثوا لك الفيديو باش انت تتفرج وتتفكر وتحل دماغك. لا نكرهك في النهضه ولا نحببك في النهضه،
ما نكرهك في المرزوقي ولا نحببك في المرزوقي، على خاطر نحن عقولنا تخدم بطريقة ثانية. ماناش فقراء، هنا ماناش فقراء. وهذا الفرق ما بيني وبينكم. ولذلك كما وريتكم، سامحوني، هذه ان شاء الله نذبحوا بها فهمني العلوش في طهور ولدي، وما نذبحوش بها لا سلفي ولا نذبحوا بها نهددوا بها العباد. من لا زيدوا نقول لكم الأخ رياض السداوي، تعاطفوا وتعاملوا مع السلفيين متاع تونس بالإحسان، على خاطرهم خضرتهم التلافس الأقمار الصناعية. وهذا خاصة هم أخيرا عندهم يجي شهر ضايعين، ما همش موجودين على الفيسبوك، وهم عندهم يعني موجات كم الزرزورة، فهمتي، كل مرة مهابين على بلاصة. وهذه راهي ناس الأغلبية نتاعهم خارجين من الحباس، وعطوهم اللحي ولا شروا لهم اللحي ولا خضروهم ولا وعدوهم بوعود غالطة. مالوا إلا السلفي هذاك التونسي لحد الآن ماذا بين يفكر بالطريقة التونسية، وراه العالم يقول الشرقي خربان، العالم خارب. ولو كان جيتوا رجال وجيتوا باش تنظفوا الدنيا راكم نظفتوها. ونرجع نقول راكم قاعدين تشموا في النيوكليير في جابس، وهذا فهمتني بترخيص منكم، ما هوش وزير خرج قال فهمتني ما عدناش النيوكليير في جابس. وهذا ذاك الوزير هو قادر وكلامه صحيح يجيب جرين بيس من اوروبا، وجرين بيس هو اللي حلل التراب التونسي. الفيديو نتاع البطو اللي يحبط في الليكات نيوكليير في البحر الابيض المتوسط، هذاك فيديو فهمتني يقول لك لا تونيزي سي نو بوبيل نيوكليير، وهذا انتم مسؤولين عليه. وما عادش حتى باش نخسر ريقي انا باش نكلمكم عليه، انتم في جابس المسؤول عليه، وانتم تاكلوا في الحوت المسؤولين عليه. وما نحبش نقطع قسم الحواته عامه باش نتكلم في هذا الموضوع، على خاطر اللي ماتوا من اهلي انا عن طريق الشين اليمونتير فهمتي كي كونتاميني، الشين اليمونتير كونتاميني فهمتي بالنفايه نتاع النيوكليير في البحر الابيض المتوسط. وثم دي دوكومنتير فهمتي افلام شفتها انا قبل 25 باخره المافيا نتاع ايطاليا مغرقتها في البحر الابيض المتوسط بالسلعه بالنيوكليير اللي فيها وبالبطوات اللي فيها، وقالوا لهم الله غالب البطو غرق. هذه معلومات العبد قدامكم نعرفها، علمي بها نعرفها، كيما موجود في البحر في الامير دي نور فهمتي، والموجود فهمتي في روسيا فهمتي واحد غواصات فهمتي بالنيوكليير نتاعهم مرمي في البحر ما يهمهمش. والتويو هذا في شمال فرنسا فهمتي قاعد يخرج في النيوكليير كل يوم فهمتي، والديشي نيوكليير يصبوا فيه في البحر ما يهمهمش. واش يهموا فيك نهار اخر باش يقول لك اخويا نجبد روحي. هي الاثار نتاع تشيرنوبيل الوقت اللي هبطت النفاية في فرنسا جا الوزير قال لك ما عندناش، صبحت قرى كامله مرضى بالسرطان، وبعد جبد روحه وين وحاكموه قصوا له راسه ومشى على روحه. يكذبوا عليكم ويسكتوكم وبعد يمشي يقول لك اخويا ناخذ برا ناخذ في الحديد. وهذا خلينا نحدثكم بالدارجه وبالعربي فهمني وبكذا، ولكن انت المسؤول على حالك، ما هواش باش انسان فهمني. اذا كان عملنا حساب يقول لك 5 ملايين و900 مصاريف كل واحد في المجلس التأسيسي، اضربهم في 217 كل ساعة وكل كلمة، ولا واحد عامل هكا راقد فهمني راقد قاعد يحسبونهم. ثم ناس تحسب، ثم دي كونتابل دي زيكسبير كونتابل موجودين في تونس، احسب 217 في 5 ملايين نقولوا 500 فهمني، ولا 5 ملايين و900 ولا عملوه شيف الرون 6 ملايين، اقسمهم على قداش تلقى خليت الدنيا. هذا كل القانون نتاع تونس شنو هو القانون نتاع الهم نتاعكم. الناس ما كانش الشرع، في ناس ما كانش الشرع، وتقول المعلمه ما تتظاهرش، وتقول الاستاذ ما كذا وما كذا وما كذا. الدستور اللي تعملوا فيه خلقوها لكم، هذه راهي برنامج امريكي جمله واحده دي قال لكم المكي، والمكي يرد بالك معايش لا تسب المرزوق الى خير. نحن قاعدين لحد الان ساكتين عليك ونحترموك. ماذا بينا انت حاسب روحك وكنت باش تحاسب روحك هكا في دماغك تبقى فانتيزي باش تقول انا باش نحب نجي رئيس دوله. ثم نيفو انت ستاندار لازم تمشي عليه. شوف بوشلاكه واش عملوا فيه في الانترنت فهمني،
وماذا بينا ناخذوا منك الباهي يا سي طارق المكي، وما تبداش تتفوه لنا بكلام وتسب في المرزوقي كلام تاع شوارع. هذا نقولوا لك اللي هو شيء ما يخلصش. كلامك كلام تاع دري، كلام تاع واحد باكو كريستال فهمتي قاعد تحت حيط. ما لا عندك انت الكاباسيتي ولا عندك فهمني النيفو فهمني باش تكون رئيس دولة. وما تخلينيش نضحكوا عليك كما ضحكنا على القضية هذايا. من حقه أي إنسان باش يحلم يكون رئيس دولة في تونس، هذا حلم من حقه، ولكن اعرف حدودك واعرف احترامك واعرف الناس كيفاش تكمل الناس تسمعك، ولا الناس ما عادش تسمعك خلاص. كما الجراد هذا من اللاصقين في فرنسا فهمني، وما عاملين ريفوجي بوليتيك ويوكلوا فيهم لي كاثوليك فهمتي، سمحوا فهمتي واحد فهمتي كل واحد شنو همه. انا ما نحبش نتحدث على الحياة الخاصة نتاع الناس، كل واحد وامه كل واحد فهمتي وكذا. نرجعوا نقولوا حبيت نتحدث على حكاية جلال بريك ونقول لكم الخطر موجود. اللعبة ملعوبة يا مسكرينه يا تو يخرج ويطلب السماح إذا كان هو موجود. كان قتلتوه راهم أحباء جلال بريكم، هذا دينكم بأشياء كبيرة ياسر، وهذا ردوا بالكم باش تكون ضحايا على القصة هذه. هو جلال بريك فهمتوا إنسان مريض تعب نفسانيا كذا. ليه نحن ما أخي نقتلوا المرضى نتاعنا ولينا نقتلوا المرضى نحن؟ يبرر ما نكملوا زيدوا خنبو هذاك شو اسمه سوبير، وزيدوا خنبو زيد وعمر فهمني وكذا. وهذا عيب. ولينا نقصوا في الرقابي. ما نحبش نتعمق، انا قاعد نشوف 21 دقيقه مشت هنا، ما نحبش نكثر عليكم. الجهد نتاعكم ما فماش حتى واحد 85% انا نقولها على حسابي، 85% ماكمش رجال، على خاطر بني عليه في السعوديه فهمني، وبني عليه في السعوديه والطرنات ونص تاع الذهب هاي فاقوا بها ومهزوزه، ومن بعد سكرتوا فانكم وقلتوا ما تماش. وما في بالنا باش تجيبوا لنا وزير الاخرى ولا تجيبوا لنا سفير تهزوه سعودي ولا قطري من بعد البلدان تبدلوا به بن علي. في بالنا باش تجيبوا برنسيسه من الفاسدات العاهرات نتاع السعوديه وقطر اللي يشطحوا في اوروبا تجي تبدلوا بها بن علي فهمني. وشنو القصه هذه؟ هاك في بالنا نحن جهدكم باش تجيبوا لنا سفير ولا قنصل كما عملوا في مالي فهمني. هذاكم امازيغ احرار عليكم، هذاكم امازيغ مش مع رب، هذاكم مش الربط في الربط فهمني. قاعدين تذبحوا في بعضكم فهمني، وتضحك عليكم فهمني. والعربي ما عادوش عقل، والخارجي عاد من السلفي خلط مره واحده فهمني، خلط منه مره واحده. هذه كل الحمد لله قاعدين نشوفوا في المشاكل نتاعكم ونشوفوا في الماشين فهمني، وتدريبات في كذا وكذب ومكذوب فهمني. كان يجي العريضي باش يقول فهمتي وما ثماش السلاح موجود. كان باش يقول قطر ما دخلتش السلاح على جرزيس، دخلت. كان باش يقول فهمني في القروان قال بالكلمه، قال له فهمني سا ميساج ريكوموندي، قال له رساله مضمونه الوصول. حتى احنا بابا حنين يا سلفي، حتى احنا رسالتنا مضمون الوصول، هاي تنصف هاي فهمني. حتى احنا حتى نحن نعرف حتى نحن نذبح من الجزاء، حتى نحن نعرف رد بالك انا حالك السلفي يا فهمتي. خايف في بالك انت عامل لحيه وماشي تلعب فهمني باش تبدا تقتلوا في العباد. ثم الناس قاعده تستنى باش تقتل، باش يمشوا لك لدارك، باش يهزوا لك امك واختك وبيك وجدك وعمك وولدك وكذا، باش يقصوا لهم البلاحيح نتاعهم. وفالح حديث انت سلفي صالح توقف ضد السلفيين المغشوشين، ضد السلفيين. هذه خدمتكم انتم وتاع الجوامع نتاعكم، توقفوا ضد. ما كان شباب عزيزي تدخل السوق هاي فهمني، هاي فكوا فيها للدنيا، فكوا فيها يحبوا يذبحوكم. قلنا لهم لا ربوا وليداتنا ذوكم فهمت الدنيا. الجو التونسي كيفاش نجيبوا لكم ضحكوا لعب فهمت. اذا كان انت سلفي باش تهددني وتجيب سيف وباش كذا، هيني حتى الطفله في الكاف مربط منكم فهمت تسب فيكم. هذا ولد عمي وعليه تعمل في المشاكل لروحك وعليه. شوف انت ما عندكمش الشيء هذا ما عندكمش انت فهمت عليه. يدخل هيرك في ضلوعك ويتعدى على روحه. وعليش اخويا توصل انت تيتم ولادك وباش يهزولك امك وباش يهزولك ابويك وباش يهزولك فهمت كذا. سلفي ما واسكت على روحك. ابو عياض ولا شو اسمه المخلوق هذاك قال نحن اخويا رانا سلفي صالحين
كان طلع طالح باش يولوا كل واحد بلحيته وانت ومرضك وكذا، باش الناس الكل تخلع عليه الدنيا مرة واحدة. حتى فهمني كما كانوا مهددين البوليسية، قالوا البوليس باش يضرب ويقنص من اول جديد، نحن باش نشدوا له عائلته. هذه التوانسة كيفاش تخدم؟ رانا ماناش فهمت جايين من تحت خيمة ولا بدو كما الوهابيين. نحن رانا امازيغ، عندنا حضارة نتاع 2962 عام، وفين حديث ولهذا الامازيغ نتاع ليبيا وين قالوا طب هزوا السلاح، دكوا على الجزرنات فكوا بالسيف السلاح. هاي الرجال هذا باش يصير، باش قبل ما تقتلني وتذبح لي ولدي كما مذبوح الاولاد في سوريا، نحن فهمتي باش نلموكم سلفي فهمتي، وهز للبطواره فهمتي، وربط فهمتي، واذبح فهمتي، ويعمل لكم فهمتي يبيعوكم فهمتي في حقوق مصبرات فهمتي ديال العالم، وهي ما نحبوش. ماذا بينا نحن نلقوا شكون يمد وجهه للانترنت، ونلقوا شكون يواجه الناس، مش كيما المخلوق هذايا الطفل هذايا اللي عامل لي مرايات فهمني كذا ولابس مرايات فهمتي، ويدور في كرسي وعامل لي فيها بطل، وهنا نحن باش نلوج عليك جلال بريك. اذا كان انت راجل باش تلوج وتهدد في جلال بريك، قول انت ايش اسمك وين تسكن، ومن بعد اقتل جلال بريك، ولا ابعث له شكون يقتل فيه. كيما هو باش تقص بالحوح جلال بريك، احب جلال بريك باش يشوف صوت بالحوحتك، فرح يتمول يتاكل عينه بالعين، يعملوا هو شوفوا العباد ايش تعمل. هم حتى من المراول هذاك هم ورد رزق جلال بريك. هو كان واحد يفهم فهمني يعمل تصوير جلال بريك في المراول كان يولي ملياردير. وعليه يكفر يا العبد قدامه كنت صغير نكفر ايش باش يعمل واحد يلزوا له راهم يلزوا له يحاول انه يسترجع. وكان نقول لك كيفاش كنت نهبط في ربي باللبسه ومحمد وكذا فهمتي توعدوني على المحكمه، يقول كنت نكفر نسب في ربي وفي محمد وبكذا صغر الواحد فهمتي. ماذا بينا اليوم نحن الناس كلنا نعقلوا العباد، ماذا بينا ما نكفروش، ماذا بينا ما نسبوش لا الاله ولا جلاله، وما كنتش انتم مسؤولين على ربي، هو قادر. ما كنتش مسؤولين على محمد، مات الله يرحم الناس، موجب الرساله مات الله يرحمه، فوق علينا اخويا فوق علينا. هو القبر نتاع الوهابيين وغيرهم شوفوا باش يكسروه وتعبدوا في الحجر فهمتي، تعبدوا في الحجر لحد الان. وزيد على ذلك الوهابيين البيت اللي كان فيها الرسول والفيديو علمكم به يا بني خمج يبولوا فوق منها، عاملين فوق منها وتلة وحمامات. الاركيولوج هذاك فهمت العالم نتاع الاثار قال لكم موجود الفيديو، هبطته لكم وما تماش واحد ما يعرفوش. وعلاش واحد كيسب محمد ويسب جلال بريك؟ انت تعطوك انت الاوتوريزاسيون باش تدافع على ربي؟ اذا كان ربي هو ضعيف باش تدافع عليه انت ولت الحكايه فيها الا ولت فهمت كذا. خليني نعرج بكلمه اخرى، انا قاعد مستغرب ما ثماش حتى الشيخ من الشيوخ فسر لي كلمه كي نقول له صلي على محمد باش يقول لي صلى الله عليه وسلم. نزيد نعاودها لكم، كي نقول لك صلي على محمد يقول لك صلى الله عليه وسلم، يعني محمد الدرجه نتاعو اعلى من ربي. هذا شو فهمتوا انا؟ اذا كان محمد نتاعكم اقوى من ربي وربي اللي يصلي له هو، خلي بالله ما يخلي يمد وجهه شيخ من الشيوخ يحط لنا في الانترنت، خلي يفسر لنا شنو الكلمه هذه. يعني حتى صلى الله عليه وسلم الناس فهمتي ولا كي نقرب قدام ال11 ما عادش يفكر اسمع محمد اسمع لا يا سيدي، نحن ناس نفكروا ونحن ناس نحللوا ونحن ناس نمشوا قدام، ما نرجعوا متوالي تحاسبوا على البرقيمه باش تجبدوا عظام وتحاسبوه. هذا حديث هذا، وتهددوا بالموت هذه قلت لكم انا هاني وريتكم هاي اللي يقول الزير القرعه هذه معبينها بالليسانس سايبوا هاي برا سيدي هبدا طلع لك ايش اسمه كرهبه في البط وفهمتي ونجيب له ريزرفوار بعد مشاهر قدم بعد يرموا فيها عرفوقي. هاي جماعة فرنسا بالقديش من 1000 بشر في البط، وشكون اللي بيكم يا بابا حنيني وانتم ما فهمتني في اشترى البحر شكون باش ينقذكم؟ شكون باش ينقذكم؟ وتعرفوا المشاكل حتى بالبورتابل فهمني، يطلب من بورتابل ثاني تنفجر هكش فهمتي تنتهي المشاكل كل ما كنت تعرفوه. وعليه ثم ناس جالية تونسية في الخارج، ثم في تونس، ثم فهمتي كما حبوا هذاك الأخ
وبارك الله فيه قال لكم راهم الوهابيين السلفيين الارهابيين في تونس يحبوا يعملوا انفجارات في رمضان ويحبوا هذا كله ساكتين عليه. هذا كله ساكتين عليه. غياب الحكومة غايب تماما جملة. لا نتحدث على رشيد عمار ولا الدولة ولا كذا، ولكن الحكومة شكون؟ انتم يا شعب وعوا الناس. انا نطلب منكم وعوا الناس، لا باش نتكلم ضد النهضة ولا ضد المرزوقي ولا ضد زايد ولا ضد عمر، لا هذه ما نوصلوش بها حتى النتيجة. ماذا بينا توعية اجتماعية، توعية فهمتني او نيفو ناسيونال. نظن انا نستغرب كي سلفي كان المخلوق هذاك في خارج يحكي لي فهمتي على النساء وعلى ومرته السليب نتاعها احمر ولا ازرق ولا اكحل وثمانية فهمني. مش مستويات هذه، مش مستويات. هذا نحن رانا قاعدين فهمني في مشكلة عويصة وما صارتش في ممكن في التاريخ خلاص. هي الوهابيين فهمتي خربوا في العالم وانتم ساكتين، وانتم ماشيين فهمتي نقول لكم على اليمين على اليسار اخي بهايم بقر ما تعرفوش. ماكم عارفينها. اليهود والامريكان، واليهود يحكموا في الامريكان ويحكموا في لافامي، ولافامي سي لو فون مونيتير انترناسيونال، ويلزم هم يخربوا بلدانكم وباش يعطوكم كريدي ويستعمروكم بطريقه اخرى. كيفاش باش يعيشوا هم؟ هذا كله علاش ما تفهموش؟ هذا كله علاش ما عندكمش ناس يقول لك انا استاذ وانا عندي بكالوريوس وانا عندي الهم وعندي كذا. ما ريتش فيكم 12 مليون بشر في تونس وقداش من مليون في العالم العربي، شكون باش كل مجموعه بكري هانو مدب هانو راجل كبير يوعي الناس. ولي حتى الان نظن واحد كي يتكلم مره وشيء حريقه مره في الانترنت، ماذا بينا كي بالتفريق نتاع الفيديوهات وفي الإعادة استفادة، وبهذا ماذا بينا ثم توعية للناس وما ثم العرب يقتلوا في بعض، قاعدين يذبحوا في بعضكم واليهود تذبح، قاعدين يقتلوا في بعضكم والأوروبيين يستنوا، قاعدين يذبحوا في بعضكم ما نعرفش علاش، ما نعرفش علاش. اليهود ملة واحدة، اليهود ملة واحدة، ممكن في بعضهم عندهم مشاكل مع غيرهم، هم الذكاء نتاع اليهود راهو مثلا مش موجود في العالم كامل. اللي فهمتي هم اللي يحكموا في العالم، هم اللي يحكموا في العالم. هم عندهم الخطة كما قبل 25 ولا 30 سنة في لبنان، هذا مسيحي هذا درزي هذا شيعي هذا سني، ممكن 70 ملة حتى تحطموا بعضكم فخار يكسر بعض الصحة، ومن بعد وين تحطموا بعضكم كما صار في أوغندا فهمتي في هذا السعودية بارك الله فيهم هم بدوا يفيقوا فهمتني وينتفضوا فهمتني ونددوا الموت الآل سعود. الفقر في السعودية وريته لكم، الفقر في تونس وريته لكم، ما ثماش نظن في عام ونص، ونستحمد ربي ونقول الحمد لله ربي اعطاني القدرة ليل ونهار باش نجيب لكم الفيديوهات ونزيد نفرجها. ثم واحد برك سألني وعلاش نفرج في الفيديوهات، قلت وراهم ماذا بينا نحن نوعوا الناس. نظن كي تدخل الميور نتاعي انا ولا الميور نتاع الاخ رياض السداوي في جنيف فهمني، ونظن كي تدخل لمير هذوما للصفحات هذه مش صفحات يعني تاع الفيسبوك يعني تتغذى فكريا وماذا بينا تفرج. وانا فرحت ونشوفت اخت من شو اسمه من بنزرت وتقول فهمتني انا نحب مثلا رياض السداوي فهمتني، يعني تحب الفيديو نتاعو وماذا بينا تحلت باش المره الجايه راه الخدمه شنية باش المره الجايه في الانتخابات ولا في التوعيه نتاع الشعب ماناش باش نشدوا نمضغوها كله بينا وقاعده قطر مدخل القاعده في 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 في, في البلدان الكل، وهذا كله علاش يحبوا يخربونا؟ هذا كله علاش يحبوا يحطمونا؟ مو كل على جال الكريدي، على جال باش فهمت يعطيك كريدي وتبقى تخدم ويغلي عليك المعيشه وتبقى تقعد تحت وتخدم عنده تحت وفهمت مش خماس بالخمس كما بكري يقولوا خماس، لا بالعشر ولا 1% باش تبقى يستعمروك بالكريديات نتاعهم. وان شاء الله اذا كان الكلمه هذه يعني ثم ناس يفهموها فهمني ويفهموها، ناخذوا الكريدي من عند كان تاخذوه الكريدي حتى من عند الله اعلم شكون راهو، وراه بنوك امريكانيه وبنوك اسرائيليه الاف ام اي، وجبت لكم الفيديو العام اللي فات هو شكون صانع وصانعينه اليهود. انا ما عنديش حد شيء راهو ضد اليهود، ما عنديش حد شيء ضدهم، ما عنديش حد شيء ضدهم، ما لهم الا ولاد عم، ما له ربي خلقهم وعنده ربي مستعرف اللي موجوده ديانات كثيره وموجوده ديانات اخرى، قال لكم دينكم ولا ديني، كل واحد والفلسفه. نظن اللي شفناه اللي الكراهيه والحقد والغباء اللي عند العرب مش موجود في العالم كامل، مش موجود.
تتذكروا في الهند وين ثم جامع لهبوه ولا كسروه، فهمتي؟ جاء من معطيني فارة، فهمتي؟ صارت في الهند ثم جامع حطموه وصار عليه النساء، نظن باكستان شوفوا تكوينها ليش تكونت الباكستان، وشوفوا القصة، فهمت؟ الفيلم تاع غاندي كان يجي وقته ما سيش تو نهبطوا لكم، شوفوا القصة تاع غاندي وشوفوا علاش تكونت الباكستان، شوفوا مانديلا قداش من عام، سويتو حاليا بوليس ما يدخلهاش كما في مارسيل نور، بوليس ما يدخلهاش، وعلاش نعبدوا قدامكم قلت لكم الحمد لله راه عطاني ربي الكاباسيتي باش نثقف روحي، ما نحبش نتحدث على روحي على خاطر هذا الشيء ثاني، ولكن شوف المره اللي فاتت في كذا كتبنا كلمتين يكلمونا الاولاد من شو اسمه من الاسكا فهمني، وفهمت والاغلبيه شريتها امريكا من عند الروس، فهمني؟ يعني الحمد لله ماذا بينا ما خليتوش لنا الوقت الديانات نتاعكم والكذب والتمنيك وتجار الدين والحمد لله ابعدونا وكلمة اثنين وبسم الله الرحمن الرحيم ونزيدك شوية زيت وخضرة وفطرية. اسكتوا كتجار دين، تاجروا بالدين. نحن راهو ما خلقنا مسلمين، وما اللي خلقنا نقولوا اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، باش تجي تكفرني انا يا ساقط يا ما تحشمش، باش تجي تمشيني كيما تحب انت، راك فهمتي روسكم باش يولي فهمني معلقينها كيما لي زانديان، فهمتي كل بكالاتوسه فيها راس نتاع واحد سلفي، وهذا باش يصير في تونس، فهمني باش يقصوا لكم روسكم ومعلقينهم. تعرفوها شنو لا جيوتين؟ فهمني تو كل فهمتي مدخل نتاع بلاد باش يعملوا لكم الجيوتين، فهمني الجيوتين خاطر موسى ماضي مايل، موسى تاع الجيوتين ماضي ويهبط على الراس، فهمتي كما لوي 15 وبيان لوي 16 فهمني اللي قصوا له راسه في باريس. باش يصير لكم هكا الحكايه. ماذا بينا راك انت باش تهيج على العباد وباش تمشي كذا يا سلفي، راهم باش يمشوا لك لدارك وباش تولي لهم مشكله، باش يشدوا لك مرتك وخوك وبيك وجدك وعمك ويعرفوكم حومه، راهو باش يشدك من يد توجع، وهذا ما نحبوش نوصلوا له. هذا ماذا بينا ما نحبوش نوصلوا له، هذا ما نحبش نكثر عليكم. ماذا بينا حكايه هذه جلال بريك اخطونا من هالمشاكل، لا ثم فهمني يا مسكرين ويا ضاربين ويا مهددين ويا كذا، غلط بينه وبين ربي. هذا ماذا بينا حتى الشيوخ نتاعكم يتكلموا في هالموضوع هذايا، وما نحبوش الناس باش تجري في جرة انسان يحبوا يضربوه ولا يقتلوه ولا ايش يعملوا له. راهي الحكايه ملعوبه ويحبوا يلهوكم ممكن بها بالحكايه هذه، الله اعلم علاش. ما كل مره يبعثوكم كلبه صارخ وتشدكم جمعتين 3 4 جماعات. نظن ربي الناس الكل كفرت به، وما ثماش واحد ما كفرش به ديريكت انديريكت، وما ثماش واحد ما كلاش الحرام، وما ثماش. يعني خلونا نقعدوا توانسه ونقعدوا مسلمين، لا اكثر ولا اقل. وهذا شيء ما نحبوش باش انا لا نعرفه ولا يعرفني لا كذا. يا اخوي ما تشوفوش الفيديو نتاعو، خلوه بيني وبين ربي لا اكثر ولا اقل. ونزيد نرجع للجراد اللازقين في فرنسا ومحاكمه جلال بريك والقصاص والاخر عملوا تصويره. نرجع ونقول هذايا شو اسمه القضيه ثم شكون يعمل فيها، هو هذا يوسف بي عبد الله. نزيد نعاودها لكم، راهو ما هوش تونسي، هذا يوسف بي عبد الله، هذا او عنده قلب والفرسنية كاتب فيه، هذا انسان ما هوش تونسي. كتبت مره باللغه الفرنسويه قال لي اكتب لي بالعربي ولا بالانجليزيه. يعني هذا من الناس اللي هم يعني يعملوا في الفتنه في تونس ويعاودوا في التصاور ويعاودوا في الفيديوهات. ردوا بالكم منه، سحتوه من الانترنت، نظفوا انترنت ونقعدوا توانسه من جوسكا زد، لا اكثر ولا اقل. تكونش حتى حرب اهليه باش تدوم 50 سنه كما في امريكا ما بين الشمال والجنوب. بعد رجعوا كلهم امريكان. شكون باش يموت فيها؟ الزوالي، خاطر الوزير باش يعمل حصان على روحه، والناس البفوسه باش يعملوا عساسه، ما يضر فيها الا الزوالي. وهذا فهمني، ردوا بالكم من هالقصه هذه. ولو كان الجهود اللي قاعدين تبعثوا فيها وتبثوا فيها بثيتوها في الاعمال الخيريه، بثيتوها في باش تقنعوا الناس وتثقفوا الناس وتوروا للناس وتعاودوا، نزيد نعاود هالكلمه، والفيديوهات بارتاجي بور انفورمي. سي une guerre des médias il faut la gagner. سي une guerre des médias. الشيوخ اللي هم تجار دين ما حشناش بيهم، هاد اللي يكذبوا ما حشناش بيهم، اللي يحبوا يعملوا لكم لافاج دي سيرفو ردوا بالكم منهم.
ونظن تونسي فايق ما يلزم يفيق اكثر. كيفاش يفيق اكثر نزيد نقولها لك، ادخل للميور نتاعك، واذا كانت فيديوهات عجباتك وشفتها وتفرجت فيها يا اخي انفع بها غيرك، انفع بها غيرك، اعمل بارتاجي، انفع بها غيرك، اعمل بارتاجي، يعني في الاعادة استفادة، في الاعادة استفادة. سامحوني كثرت عليكم، ولهذا كان فهمني ماذا بينا قاعد يحل واحد انترنت بعد 6-7 سوايع يجي يشوف يلقى فهمتي الناس تتلاحق في المخلوق باش يقتلوه. هي قتلتوه ومن بعد راكم تقتلوه، ما تقتلوش اللي الاخبار اللي خلاها على اليوتيوب، كي تقتلوه ما تقتلوش الافكار اللي عملها، كي تقتلوه باش تزيدوا تعملوا فتنه وتزيدوا تحرقوا رواحكم في تونس وتحرقوا رواحكم في اوروبا. ولهذا ماذا بينا قصوا علينا هالمشاكل ولا اكثر ولا اقل، خلوها الحكايه بيني وبين ربي، بيني وبين ربي. نظن جهدكم هذا فهمني، كي اللي يعرف ربي راهو للروحه، واللي يصلي للروحه، واللي يعمل اعمال خيريه يعملها للروحه، ما هوش باش يعملها ليناول باش يشهرها كما شهرتوا نقابي حجابي. طلعوا فاسدات، طلعوا الاغلبيه نتاعهم فاسدات فهمني، ونفاق وكذب. اخي حاطين ايديهم على في مجلس التاسيسي، حاطين ايديهم على القران ولا على مجله عرفان. اخي انتم حلفتوا في المجلس التاسيسي على القران ولا على مجله عرفان؟ ولا في بالكم نحن بوحيين؟ في بالكم نحن ما نعرفوش؟ في بالكم نحن كذا؟ والحمد لله برشا من الناس خرجوا من الانترنت، وبرشا من الناس نظفوا رواحهم شوي. هذا المطلوب، ثقف روحك. الفيديوهات اللي نهبطوا فيها للسلفي وللوهابي وللرقريقي ولليهودي وللتونسي وللمش تونسي، المهم كي تستوعب معلومة من عند دكتور في تونسي خاصة اسمه رياض السداوي في جنيف، وهذا مالغري فهمتني فو نحن قاعدين ناخذوا من اليوتيوب من دايلي موشن ولا شو اسمها، ولو من الميور نتاعو رياض السداوي جنيف، وقاعدين نفرقوا. والمستوى نتاعكم طايح اكثر من طايح بشويه، على خاطر الاخر قليل شكون فيكم يسمع اش قال ويفرق، قليل. راهم قاعدين نحن مجموعه الظاهر هو العبد قدامكم وزينه ورغي معروفه. هذا الظاهر ما هوش ظاهر ما نقولوش عليه، ما هوش ظاهر. راهو لا تضربوا، لا حاجتنا لا بفرنك لا بصورتي، حاجتنا باش انتم، ونزيد نعطيكم سر من اسرار تحليلي الخاص. قلوبكم ماتت وعقولكم نشفت، قلوبكم ماتت وعقولكم نشفت. حتى الطفل هذاك كان عاودوا الفيديو نتاعو اللي يبكي في الشيرة المهدية، ما ثماش حتى انسان مازال يعاود مرة ثانية، على خاطر قلوبكم ماتت. جملة واحدة ما ثماش واحد باش يحس. كان حسيتوا ورانا شفنا الرياكسيون تاعكم، قاعدين نتبعوا فيكم بالتدقيق. تعرف شنو الميكروسكوب؟ اكثر من الميكروسكوب فهمني. كان قالوا قصاص قلتوا قصاص، كان قالوا جلال بريد قلتوا جلال بريد، كان قالوا فهمت الله صقير قلتوا صقير، ولو كلامه خامس وفهمتي. وانا ما عنديش مستوى، مش ما عنديش مستوى، ما هوش مستوى باش نسمعه، ما نسمعوش. غلطت سمعته مرة اثنين شيء ما ثماش مستوى. هذا ما رخصتش ليه وقتي انا باش نتكلم عليه. ولا هذيك اللي تشرقع فهمتي، اللي العتوقة باش تبيض هذيك فهمتي، حاج منصور وبرع هذا النهضاويين فهمتي تدافع عليهم، والسلفيين تدافع عليهم، وما دافع على الحق يا اخي فهمتي. ويشتغلين نفز قال لي انا فهمتني ماكش راجل مثلا انت ديريكت، وقال لي قد المليون قدش مليون لازم ماكش تدافع عليه. عيب. واللوز اللي هو قاعد بعدها يكشخ فهمني، نقول له ماكش راجل، انت ماكش راجل، انت المجرم، انت اللي كنت مربوط في الحبس. وقولوا علاش مربوط في الحبس؟ انت خريج الحباس مانيش احنا. نحن نوعوا في الناس، نحن وقتنا اكثر من وقتك انت تخدم وتاخذ في 6 ملايين تروح، نحن نخدم في 15 و16 و18 ساعه وماناش نخلصوا. وهذا التونس، راهي تونس قاعدين لي زنترنوت قاعدين يخدموا، قاعدين يصلحوا، قاعدين يوروا، قاعدين يثقفوا، قاعدين يحلوا في عينين الناس من بطريقه. والحمد لله ثم ناس فهمت، الله غالب ثم ناس ما فهمتش. واللي وجع لي انا قلبي حكايه هذا نتاع النوكليير في جابس، راهي مشكله عويصه جدا، مشكله عويصه جدا. انتم المسؤولين عليها، وانتم تطلبوا من الدوله باش تجيب جرين بيس
من اوروبا وجرين بيس. هي سي une organisation internationale فهمني. ils ont même le matériel فهمني pour analyser فهمني l'air et le sol et la mer فهمني. هم عندهم كذا. ولذلك اذا كان دوله تحب تمشي صحيح تقول خلي الجرين بيس تدخل للبلاد، واذا كان عندنا نفاية نتاع النوكليير من الوقت هذاك نخرجوها وردوها من جد. وهذه ما عادش باش نتكلم في الموضوع، انتم القوى بسي باش تمرضوا بالسرطان اذا كان هذا موجود، القصه هذه موجوده وما تقول تق الا ما فيها شك. ونزيد نرجع نقول العالم العربي باسره الغباء اللي موجود فيه ما صارش في العالم كامل، لا في الشنوى ولا صار في الهند ولا صار في الامريكان ولا صار في الافارقه. الافارقه هذيك حاجه ثانيه، لا صار ما صارش. ولذلك عارفينها الحكايه ملعوبه من اليهود، وعارفينها الامريكان هم الكذا. ومن بعد فهمت يبعثوكم الشيوخ هذوما الكلاب اللي كل واحد عنده 3-4 مليارات، ومن بعد انتم فهمني اذا كان وهابي يقبل على روحه باش فهمتي باش يذبحوا الاولاد في كذا، والفقر موجود في السعوديه، نظن عيب عليكم، نظن عيب عليكم. الفقر موجود، وين فلوس البترول، وين كرامه الناس، وين ما عندهمش حريه. لي سعوديين يسون دان ان بريزون ليبر. زيد نقولها بالعربي، السعوديين والعرب في العالم كما كان عندنا بن علي في حبس مفتوح، تمشي وتتحرك وكذا من محبوس. وصلوا حتى يعرفوها الاولاد حتى باش تشيش قدام القهوه ممنوع عليك، يقول لك باش تلوث الطبيعه. يعني خليك في حبس، يحبسك وانت تمشي. سي ان بريزون ليبر، يعني تمشي مي راك في حبس. والحمد لله الشعب التونسي والشعب الجزائري والمغرب والشعب الاغلبيه نتاع الشعوب العربيه عن طريق الانترنت وعن طريق فيسبوك وعن طريق تويتر قاعدين العبد قدامكم. كي مثلا نعمل فيديو هذا باش نفرقوا على 50 مليون بشر ولا على 100 مليون بشر، واذا كان في كلامي هذه الساعه غرباء ولا الساعه منه كلمه مشوا بها وواحد سمعها وقال كلامه صحيح، فهمنا الوقت هذاك وصلنا النتيجه. ولكن اذا كان كما موجود في ايران قاعد ينحي لهم في البارابول ونحي لهم في الاصحنه نتاع كذا باش يقص عليهم المعلومه باش يخليهم يمشوا كما يحبوا هم. لا يا سيدي عندنا افكار، انت فكرتك سجلها على حالك وانا فكرتي نمشي بها انا ولعائلتي ولاولادي. ولهذا مختونه من قال لي قلت لك، واختونه من قسانه تصاور، واختونه من مشاكل. لكن قلتها وزيد نعاودها، تونس لازم تكون ثوره ما هيش الصناعيه، ثوره فلاحيه، ومن بعد الصناعيه تجي من بعد الفلاحيه. وهذا نشكر الاخ في البرلمان فهمتي اللي تكلم قال عندنا رجال في ايطاليا يتعلموا الفلاحه وعندهم التكنيك نتاع اللي في جنوب ايطاليا، يرجعوا تونس ماذا بينا بالتكنيك نتاعهم نعاونوهم. لو كان جت بلادنا بلاد وما كذبوش علينا جماعه النهضه ويهز وينفض بالسلفيين نتاعهم، نعبدوا قدامكم ندخلوا لبلادنا ونمشوا لبلادنا ونعاونوا ولاد بلادنا ونخدموا حتى بلاش ما يهمناش، نخدموا حتى ترواويت. حلوا لي زيتوروت، ابدوا في لي زيتوروت ونعطوا الاكسبيريونس فهمني، نخدموكم لي زيتوروت فهمني. وبالتكنيك نتاع الموجود نتاع الرجال في اوروبا موجود التكنيك اللي تعلموه كيف انتم تحلوا فامكم وتقولوا حاجتنا باش تعاونونا بالتكنيك اللي تعلمته الرجال راهم يعاونوكم. ولكن باش تبقى فهمتي حجابي نقابي معطل اليونيفرسيتي نتاع منوب شهرين فهمتي السلفيين وفهمتي يحبوا يحتلوا الجوامع ما كذا. الجوامع تعرفوا هي مشكله راهي صغيره، دخلتوا نهار الجمعه باش فهمتي لا سبوكم 50 لتر ايسونس قدام الباب، راكم فهمتي باش تشعلوا كلبزه ويسكروا لكم الباب تشعلوا فهمتي الكلفيرات كيما شعلوا جماعه الحبس. هذه راه ثم برامج وقصيناها ومانيش انا لا تيت فهمتي دي باندي. ساعات الناس يكلموني فهمني كذا، نحن نهدوا في الناس، نحن ما نعملوش ما نشحنوش الناس، نهدوا في الناس كيما المريول تشوف فيها ابيض واخضر واكحل فهمني، اكحل على الحزن ابيض كيما قلوبنا بيضاء واخضر كيما تونس الخضراء فهمني ولا يعني يا دي سيمبول يا دي شوز كي بارت سوا ميم. ولهذا نرجع نقولوا اخطونا من قصه جلال بريك مش كيما سي برشا ناس لويلي عنكوش وغاديك على الفوتاي نفس الديكور نفس كذا، الاخر يسب في المرزوقي هذا طارق المكي، والاخر يقول لك يا قصاص جلال بريك. لا يا اخوي لا تقتلوا ولا انتم مسؤولين عليه بينه وبين ربي، نزيد نعودها بينه وبين ربي. خلونا اخطونا من المشاكل، خلوا الناس تروح لبلادها لمن عدم روح، خلي الناس تفكر كيفاش باش تعاون العباد فهمني.
فهمت؟ ماذا بينا نفكروا كيفاش شكل عزوزه باش تشري ليه نعجتين ولا ثلاثه وباش تفكروا كيفاش تعاونوا بعضكم. شنو القصه هذه؟ شنو القصه هذه؟ فهمني؟ وإذا كان شنو انت باش تونسي ايه بارك لي على كرسي وعمل لي مرايات وتدور فيها على اليمين وعلى اليسار وانا باش نعمل اوكا جلال بريكي انا هاني 50,000 جلال بريكي يجي يذبحني يجي يذبحني. شنو العباد هذا؟ هيا نقول لكم السلام عليكم ونقولوا ربي يهدي لا اكثر ولا اقل لا اكثر ولا اقل. براس والديكم. حاجه اخرى عاونونا في تفريق الفيديوهات الصالحه لتونس. عاونونا في الفيديوهات. فرقوا هذا سر المهنه. فهمتي؟ الفو صابوني ماكسيموم. تكون عندك اصحاب اكثر من لازم. ما تدخلش في حكايه هاك الشات هذيك يتعبوك ويشدوا لك وقتك. فهمتني؟ وينك واش اسمك واش لابس واش اخي بالله واحد يسال فيا انا ما اخي انا من مواليد 62 ولا لا انا كلي مضروب. انا اسمي غلط وانا كلي غلط ووجهي غلط كلي غلط. اخي باش تعطيني وقتك انت. واحد كتبني يقول لي فهمتني اخي انت من مواليد كذا. هما حاجتي وعايش تسال عليه اخويا وعلاش تسال عليه انا شكون وزيد فهمني ما تسالش عليه. اخي انت بوليس بس سجل لي في الداخليه هددت وشنو القصه هذه. ونزيد نرجعوا نقولوا ردوا بالكم راهو ساعات واحد ما يحبش يمد وجهه باش ما يغلطش لا مع زايد لا مع عمرو. سامحوني ثم فيديوهات فهمتي موجوده وتكلمت فيها زايد فهمتي ما فهمتي ساعات الواحد ينفجر مش جلال البريك برك ينفجر الناس كلها تنفجر. ولهذا مش بلو بلون روج فهمني كما هاو اكحل ابيض اخضر وفهمتي ولا لا. اكحل هذاك الدوي على اولاد بلادي وعندنا شكون مات فهمني. ابيض بلو ماذا بينا تكون فهمت كيما الجزائر البيضاء وقلوبنا بيض على بعضنا واخضر تونس الخضراء وفرح دير فهمني. سي لو هازار كيف لي شوز. نرجعوا نقولوا ردوا بالكم من هالناس اللي تعمل هذا يوسف بي عبد الله. ردوا بالكم منه في الانترنت وخرجوه الكلب هذايا. راهي مجموعه كبيره وفهمني ارهابيين ويبعثوا في الفتنه في تونس وفي العالم العربي بأسره. على خاطر عندي انا حسابات اخرى مع الاخوه في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي السماء وفي الوطاء. عندي دي كونت اخرين ما يعرفهم حد ولهذا نعرفوا اللي هو يعمل في الفتنه في اماكن ثانيه فهمني لا اكثر ولا اقل. عاملها باسامي اخرى وما نتنكلمش فهمني وعاملها بكذا. من نرجع نقول تحبوا انتم تقتلوا جلال البريك. تصوروا مشارك معاكم في الانترنت هو ولا على اليوتيوب يكون هو سي جلال البريك مثلا سنغالي ولا من افريقيا يتكلم بالعربي. باش تركب انت تمشي تقتلوه. قالها جزائري سب ربي وسب محمد باش تمشي تلوج عليه في الجزائر وتقتلوا انت ولا في المغرب ولا في اوروبا ولا في كذا. راهو هنا هي المشكله فيكم راكم ما تفكروش. قالها تو الاجرام اللي عاملينه هم الوهابيين شيء يكره. الاجرام اللي عاملينه بالذبح وبالقتل وبالكذب وبالاغتصاب و43% من الاولاد في السعوديه مغتصبين جنسيا والهم هابط عليكم كله تعرفوه بالفيديوهات ما نزيدش نعاوده لكم. كل فيديو نهبطه راهو كلام باش نتكلم انا ساعات نبلع ونسكت ولكن الفيديوهات اللي نهبط لكم فيها كل دقيقه هو كلام. ولذلك افهموا القصه واخطونا من هالمشاكل. وهاكم قاعدين اللي قاعد نشوف في الاخرين قاعدين يتعاودوا في القصه نتاع سي جلال فهمني. اذا كان هو فهمني بينه وبين رب لا اكثر لا تنديد ولو هو هرب ولو هو ما هربش ولو بيه ولا ليه. هذا ان شاء الله توعوا بعضكم وان شاء الله تبعدوا علينا من المشكله على خاطر هو باش تولي من جرته مشاكل اخرى باش تولي في جرته وراه مشاكل ارهابيه باش تصير للشعب التونسي. وهذا مهما كان وكان هو مغربي وسمعتوا كلامه باش تمشوا له انتم المغرب تقتلوه ولا في السنغال. ثم في موريتانيا والاجرام والاسكلافاج موجود لحد الان في موريتانيا. باش عندهم حاجتين اللي ما فهمتهم. عندهم يعني طهروا في البنات لحد الان. الطفل يشدوا يكسروا لها يرصوا عليها بعصا على رجليها تتكسر باش ما عادش تمشي ياسر باش ما كما يعملوا في الشنو قبل
يعني يعملوا بانداج لرجل المرأة باش تكون رجليها صغيرة وباش ما تهربش وما تمشيش يعني وما كذا. وهذا فهمت سينوتر كولتور. هم في موريتانيا يعملوا فيها، والمرأة مش سمينة في موريتانيا يطلقها رجلها، يعني كيستيون دو مونتاليتي بوغي، فهمتني؟ من سكينة النساء يشربوا في الحرابش، فهمتني؟ باش تتنفخ. هذه راهي مشاكل راهي يعاني فيها العالم، يعاني فيها العالم. الاغتصاب بتاع البنات في موريتانيا موجود. ماذا بينا في بالنا لو كان الجهد اللي بذلناه في جلال بريك وغيره وكذا نبذلوه باش نوعوا الناس ونقول لهم ليه قلنا لهم طهروا الداخلية، مش جاب لي طهرنا النساء. هذا حديث هذا، والفز يقول لنا ماناش رجال، هذا واحد وجه تغنيم ولا كذا. اللي ما جابهوش هو ما هوش راجل، اللي ما جابهوش هو ما هوش تونسي، وما يتكلمش على تونس هو ما هوش راجل وما هوش تونسي. وما باش عملت الثورة، باش انت تتكلم على الثورة، باش العبد قدامك نقول انا ثوري، ونقول الكترونيك انا ثوري. واللي عنده جهد واللي عنده كلام واللي عنده رجوليه يجي يدخل يقول هالورغي هذاك انا خدمت كيفه ولا اكثر منه، وانا فهمني اشكون من نهار 17/10/2010 لحد الان وراك والزمن طويل. ولكن للضرابه، ولكن لك الزوالي يسارح بالبقر، لك الزوالي في الباديه، لك الزوالي ما عندهوش لا تليفون ولا عنده ولا ما يدريش على الدنيا، يتفرج في التلفزه بركه ساعات مسكين كان عنده التلفزه. لك الزوالي وهذا فهمت؟ مش الزوالي اللي نحكي عليه هنا كما سوبير يقول ديما توانسه زواوله، هو الزوالي في دماغه هو ضايع فيها، فهمني؟ ولذلك ماذا بينا نفيقوا الناس ونخدموا للناس اللي هم مساكين ما يعرفوش من الدنيا حتى شيء، ما يدروش على الدنيا هماش، ونحن نعرفوا، ونحن بشوي تبعنا الثورة وولينا ثوريين وولينا ندافعوا على العلم وعلى الحق مهما كان. وغدوة النهضة مشيت بالقدر نقول لهم شابو بارك الله فيكم خدمتوا البلاد، خدموا بالغلط ونقولوا لهم لا. وهم النهضة اللي غلطوها الكبيرة هم ما بوش يتحكموا في السلفيين باش نحن والنهضة نشوفوا حكاية ليزرسيديس راهم ما همش الكل إلا اللي تات هذوما قصة. إذا كان النهضة نهار آخر باش فهمني مفرق عليها كالنجم ليزرسيديس 50 حزب ولا 60 حزب وفا حديثها رجع تحليم عادتها القديمة، وباش تزيد نحن في حرب أهلية توا هاويني فهمني شوي ومرسات ذبح على بدال فيها ذبحان وقتلان وكذا، وفارح ديت يزيدوا يدخلوا فيها ليزرسيديس تتولي هالشكشوكة هذه عجة مرة واحدة. وهذه النهضة يحبوها باش يقولوا الدنيا ما نجموش نعملوا فهمتي كذا، ما نجموش باش نعملوا الانتخابات باش تنتخبوا رئيس. تخلوا لنا المرزوقي وفرح ديت مسكين هاوين وهو، ونحن جرينا وبكينا وشكينا على نظام برلماني، على خاطر بالنظام البرلماني ان هو البرلمان هو اللي يحكم، ما حش ناسب رئيس باش يولينا فرعون، ما حش ناسب فرعون، وبالمرزوقي ما هوش فرعون، كنتوا وضارين وهم جماعه السي بي ار نتاعو هاون. وانا هبطت الفيديو وقالوا مسكين ياخذ كم في 3 ملايين مش 5 ملايين كما جماعه التاسيسي ولا التهسيسي المهلوسين هذوما، فهمني؟ نظن طلع راجل وانتخبناه كشخص. اوكي اذا كان الحكايه فيها صحيحه ما ياخذ في 2 ملايين 3 ملايين، والله ولد ناس وبارك الله فيه، وما علينا الا نعاونوه مهما كان. ترجعوا للحكايه الهمامي، شوفوا هاكم بعدتوا فهمتي على الحكايه شوي، هاك المنجل ولا مطرقه هذاك تانا فهمتي اعملوه فهمتي ما تطيحوشوا، اوقفوا معاه على خاطر كلامه صحيح لا اكثر ولا اقل. ايش يهمنا في الشيوعيه نتاع شو اسمه نتاع روسيا والشيوعيه كذا سيدي، هو اسمه حزب الامه لا اكثر ولا اقل، وفيه حزب الامه لا تونس وفيه مشت الدنيا وفرح بيه. وهنا خلونا سيدي في جلال بريك وفهمني وسامحوني وصلت الحكايه ساعه فهمني، سامحوني وطولت عليكم، وماذا بينا براس والديكم وعوا الناس معانا شويه، واذا كان فيديو عجبكم من اللي نهبطوا فيهم نتاع الاخ رياض السداوي ماذا بينا تعملوا بارتاجي اي اونكور اون فوا بارتاجي فهمني. وهذا ما نطلبوا منكم حاجه اخرى فهمني، خلي كل شيء الدوله هي تخدم والناس كلها تخدم والسراق تخدم والمش سارق يخدم.